الإمارات لجأت لأسلوب إنه تدفع للتعويضات، تعوض المجتمع السوداني أو الشعب السوداني. إذا فرضنا إنه 150 مليار دولار مثلا، أنا المبلغ تحديدا كم ما عارف، لكن نفترض إنه 150 مليار. الإمارات الآن مدخلة الأتراك في المبادرة، والإمارات هي ذات نفسها كدولة هي وسيطة، هي ذات صدرت المشهد العام، لكن هي وسيطة، هي وسيط. ما في الشيطان الأكبر. الشيطان الأكبر الثاني هو اللي خلى الدويلة دي تخش في الواجهة، ونحن الآن ما بنعرف الشيطان ذاك، بنعرف دولة الإمارات هي السبب الرئيسي في بلاوينا. جاءت المبادرة التركية وطرحت على الطاولة بناء على إنه حتكون في مبدأ بتاع تعويضات، يتم تعويض، وإنه الدولة بتاعت الإمارات يتم العفو عنها بواسطة الشعب، بواسطة القوات المسلحة، يتم العفو. ليه؟ لأنه في عمليات ضغوطات خارجية من قبل الأمريكان أو النظام الإداري الجديد بتاع الولايات المتحدة الأمريكية اللي هو ترامب، بدأ يشتغل في المبدأ بتاع الابتزاز حقه. بدأت عمليات الابتزاز بدأ يدور. عشان كده الآن الإماراتيين فهموا تماما إنه المسألة دي في الأيام الجاية دي، إذا لم تسكت الحكومة السودانية وتسحب كل الشكاوي بتاعتها، حيتحلبوا حلب تقيل. يعني ممكن يصل لأكثر من ال 150 أو قول 300 مليار دي، حيسحبها منهم ذاك تريليون عديل، تريليون، ممكن يسحبها منهم تريليون. عشان كده الآن هم مستعجلين، استعجلوا في عملية. طيب ميليشيا الجنجويد مبدئيا خارجيا نقدر نقول إنه الميليشيا دي ما عندها القدرة، كده نقدر نقول الكلام ده، إنه ما عندها القدرة على أساس إنها تعمل أي حاجة. الآن ما عندها القدرة إنها تعمل أي حاجة. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الإمارات دي اشتغلت الشغل ده من تلقاء نفسها براها كده على أساس إنه يكون في السودان، ولا وراها جهة، ولا هي ذاتها وسيط بين الميليشيا وجهة أخرى؟ ده سؤال. إذا الليلة نحن شايف في ناس قالوا وافقوا ورحبوا بالمبادرة إنه يتم تعويض المجتمع السوداني ب 300 مليار دولار، وإنه تكون في تعويضات والتفاصيل دي، إنه يكون في تعويضات. إذا فرضا إنه تم تعويض المجتمع السوداني أو الحكومة السودانية ب 300 مليار دولار من قبل الإمارات، وإنه الإمارات انسحبت بر المشهد، طيب اللي بيضمن إنه الدويلة بتاعت الشيطان الأكبر تستلم زمام الأمور وتبتزنا تاني من أول وجديد بالميليشيا دي؟ اللي بيضمن شنو؟ لأنه الآن بيقولوا إنه دايرين يتم سحب الميليشيا بتاعت الجنجويد من على الجزيرة، من على الخرطوم، ومن على دارفور. عشان كده أنا بوجه الكلام ده لقيادة القوات المسلحة. إذا انسحبت الميليشيا، إذا تم دفع، ما تاخدوا أي خطوة في عملية بتاعت سحب الشكاوي ضد الدويلة، ضد الإمارات، إلا بحالة تحقيق أو تسليم الميليشيا لسلاحها. مش هسه قلتوا دايرين تسلم سلاحها، الميليشيا داير تسلم سلاحها بكل سلاحها وتطلع برا وتحددوا لها مواقع معينة تكون موجودة فوقها. ده إذا فرضنا إنه القوات المسلحة والشعب السوداني وافق على المسألة دي، إنه تطلع من البيوت وتطلع من الولايات وتطلع والدفع تم. ما يتم سحب الشكاوي المقدمة في حق دولة الإمارات إلا في حالة إنه يتم إنه الميليشيا تستسلم عديل تاخذ سلاح. وأنا عارف إنه الكلام ده ما بيحصل، حقول لكم أنا عارف إنه الكلام ده ما بيحصل. الآن اللعب ده كل اللعب ده على أساس إنها تطلع الدويلة من المشاكل الواقعة فوقها، لأنها حست تماما إنها هي دخلت في عمق مشاكل ثقيلة جدا جدا في أكثر من 4-5 دول الآن. 4-5 دول الآن. عشان كده الآن حست بالخطورة اتجاهها
والصوت العلو الوحيد في المنطقة هو الصوت بتاعنا نحن كسودانيين. صوتنا عالي في كل مكان. لذلك هم الآن بيفتكروا إنه إذا تخلصنا من الأزمة بتاعت السودان ده بالنسبة لهم شنو؟ بالنسبة لهم ده عمل كبير جدا جدا وعمل جبار. طيب بقادي الميليشيا بتاعت الجنجويد بمخططهم إنه القوات المسلحة، شوفوا الناس دي الخبصة كيف، بمخططهم إنه القوات المسلحة تسحب الشكاوي بتاعته ويتم التعويض ويتم التوقيع بواسطة الأتراك والتفاصيل دي، وهنا يستلم زمام الأمور شنو؟ جهة تانية. في جهة تانية حتستلم زمام الأمور وتدعم الميليشيا على أساس إنه يتم تحقيق هدف الرئيسي بعد ما فشلت في كل الأهداف الأخرى. الآن في هدف أخير لميليشيا الجنجويد دايرة تتم تحقيقه، ودي الجهة وده شغل الاستخبارات الخارجية العالمية. وأنا ده الكلام اللي قلته ده كله ده هو عبارة عن عنوان لللايف، جاي للعنوان الكلام الرئيسي بتاع اللايف. يا أخوانا الاستخبارات العالمية بتفتكر إنه في السودان ده لابد من شنو؟ يتم، وده تخطيط قديم، إنه السودان ده يتفصل لدويلات. الكلام ده يعني الكثير من الناس عارفاه. أنا قعدت مع واحد من الأورجنايزيشن النافذين ديل، والكلام اللي سمعته كلام خطير. تم الترتيب لحق تقرير المصير للشعب الجنوبي، وكل الناس بتتذكر المسألة دي. الجنوبيين ديل عندهم حق تقرير المصير. لكن دكتور جون جرن لما جاء السودان وتم استقباله على مستوى الساحة، ساحة الحرية أو الساحة الخضراء المعروفة والموجودة حاليا دي، الشعب السوداني ده كله جاء الساحة واستقبل الدكتور جرن. بتتذكروا الكلام ده كويس؟ دكتور جرن لما دكتور جرن شاف حب السودانيين ليه والناس التفت حوله، الفكرة بتاعت الانفصال اتلاشت. أصبح دكتور جرن واحد من الشخصيات الوحدوية والبتنادي بالوحدة بتاعت البلدين. تم اغتيال دكتور جرن بغض النظر عن سواء كانت أيادي داخلية أو خارجية. في الزمن ده تم اغتيال الدكتور جون جرن. طيب جرن ده لما تم اغتياله حصلت ظواهر ثقيلة في داخل الخرطوم، الناس لو بتتذكرها ليه تمام، ودي دعمت حزب على مستوى الجنوب انه سلفاكير يسيطر على مقاليد السلطة بعد الدكتور جرن، وهو كان النائب بتاعه آنذاك ومباشر. لكن شرط انه نحن ندعمكم. الدعم الجنوب منه؟ الجنوب الدعم منه؟ لحظة الانفصال في سنة 2010 أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد. لما حصلت عمليات الانفصال الأمريكان وعدوا الجنوبيين، وعدوا إخواننا الجنوبيين، كان الدولار ده زي شراب المويه، لدرجة إنه في الجنوب في 2010 الدولار من شدة كان متوفر، و2011 لدرجة إنه بقول لك نحن ما دايرين دولار، دايرين يتم التعامل بالعملة المحلية. والله العظيم دايرين يتم التعامل بالعملة المحلية. الامريكان وعدوا انه بلدكم ادوا مكانه، انه الجنوب ده ما في، قالوا له ما في اي دولة في العالم ده افضل منكم انتوا جنوبيين. بالفعل حصلت الحصل واشتغلوا فيهم شغل ومهدوا لشغلهم الداري يشتغلوا. تفتكر انه لو جرن كان عايش، لو دكتور جرن كان عايش، كان حصلت عملية الانفصال؟ ما كان تم. نفس المخطط الآن، والمخطط ده ما حقي أنا ولا الليلة ولا قبله، المخطط ده قديم. نفس الآن اللي بيحصل لما فشلت الميليشيا في تحقيق أهدافها الرئيسية، الآن بيتم التلاعب بها لابتزاز القوات المسلحة وابتزاز قيادات الدولة السودانية بناء على تحقيق شرط رئيسي. الشرط شنو؟ الشرط شنو؟ الشرط فيه جزئيتين. الجزئية الأولى يتم، وده طرح قبل اليوم، يتم فصل دارفور، وده سعت له دول كثيرة بما فيها ذلك دول جوار
دعمت الميليشيا على أساس إسقاط الفاشر، والثبوت بتاع الحاصل على مستوى الفاشر ده بعد الله سبحانه وتعالى بيرجع للقوات المشتركة مع القوات المسلحة مع أهالي الفاشر.